السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة الزهراء من قناة احتراف. والنهاردة هنشرح ازاي نعمل قناة على اليوتيوب وضبط الاعدادات الخاصة بها، شريك يوتيوب، اي الربح من اليوتيوب. تابعوا معي ان شاء الله، وشرح مبسط بإذن الله للناس المبتدئين، لان في ناس لسه مش عارفين ايه هو يعني الربح من اليوتيوب، ولسه جداد في الموضوع. فان شاء الله هيكون شرح مبسط باذن الله. تابعوا معي. كده احنا على اليوتيوب، دخلنا على اليوتيوب الصفحة الرئيسية. في البداية طبعا لازم يكون عندك ايميل جيميل، ايميل حساب على جيميل يعني. الحساب سهل جدا، وفي امكان اي حد انه يفتح حساب على جيميل، لانه سهل جدا باللغة العربية، وسهل جدا اي حد ممكن يعمله. انا عملت حساب جديد، وبالحساب ده هعمل بيه قناة على اليوتيوب. طبعا اللي هيعمل حساب الاول على جيميل هيلاقي هنا، هيسجل بعد ما يعمل الحساب، يعني هيسجل الدخول على اليوتيوب بالحساب الجديد اللي هو عمله ده بالنسبة للمبتدئين طبعا. وبعد كده هنبتدي بقى الشرح بالنسبة للقناة على اليوتيوب. انا كده بقى ايه، هعمل خروج، اسجل خروج من الايميل، من اي ايميل تاني يعني، وابدأ بقى في الايميل الجديد. اسجل دخول بالايميل الجديد اهو، يعني تسجيل الدخول. بالنسبة للناس اللي بتستخدم اليوتيوب باللغة العربية، تسجيل الدخول. انما لو عايز تغير اللغة، الناس المبتدئين برضو على سبيل المثال نعرفهم، تغيير اللغة. هغير اللغة من هنا زي ما احب. من هنا اضغط هنا، هيجي لي اللغات اللي انا اي لغة انا عايزاها اغير بيها، وبعدين اسجل. هتبقى اللغة الموجودة اللي انا المستحبة بالنسبة لي لغة بلدي موجودة. هسجل بقى كده انا الدخول، اضغط هنا هيجي لي بقى. طبعا انا كده ايه، اضغط على الايميل اللي انا هسجل بيه، اللي هعمل بيه قناة على اليوتيوب. هكتب كلمة المرور، كلمة المرور. تمام كده، دخلنا احنا كده على اليوتيوب بالايميل الجديد. هنا بقى هنضغط هنا الايقونة دي، هيجي لنا هنا الاختيارات دي. هنضغط هنا على كلمة قناتي. هنا بيقول لي بقى ايه، استخدام يوتيوب باسم. لو انا عايزة استخدم بالاسم ده، اوكي ماشي تمام، موافق. هنا دي واجهة القناة، لسه جديدة طبعا، لسه هنظبط الاعدادات بتاعتها. هنضيف صورة اولا، صورة خلفية يعني. هنا بيقول لي تحميل صورك المعرض. انا هختار من المعرض، لانه لازم تكون الصورة بحجم معين. اختار عامة من المعرض يعني. كده دي جات لي الصورة دي ودي. هختار انا، هظبط هنسق الصورة. هدوس هنا هتجيلي بالشكل ده. هظبط الصورة من الجوانب، وادوس تحديث. هتفتح لي صورة الخلفية. انتظر قليلا. نروح لاعداد تاني لحد ما ما تحفظ البيانات.
كده طبعا القناة لسه جديدة، مفيش اي فيديوهات عليها، لسه جديدة. هنشوف بقى الاعدادات. هنختار من هنا طبعا دي قائمة، دي قائمة البيانات بتاعة القناة: استوديو مبدع المحتوى، لوحة البيانات، مدير الفيديو، مقاطع الفيديو، تحديثات مباشرة، قوائم التشغيل، وهكذا. هنختار القناة هنضغط عليها. هنا اهو بيقول لك بقى ايه، دي ارشادات المنتدى وحقوق الطبع والنشر. بالنسبة لللمض الخضرة دي للناس المستجدين، اللمض الخضرة دي معناها انها لونها اخضر ومنورة كده، يبقى يعني كله تمام، مفيش اي مشكلة. حقوق الطبع والنشر اللمبة منورة يبقى مفيش مشكلة. لما تبقى باللون الاخضر ده يبقى مفيش اي انتهاكات. بيقول لك تحقيق، اهم حاجة بقى طبعا تحقيق الدخل، اهم حاجة. هنضغط تمكين. هنا بيقول لي لم يتم تمكين حسابك الاستثماري، يتيح لك تمكين حساب الاستثمار الفيديو، وهكذا الكلام المكتوب ده يعني. هنضغط هنا تمكين حسابي. هنا جاي لك ايه، بيقول لك تمكين الحساب لتحقيق الدخل، الرجاء مراجعة اتفاقية تحقيق الدخل في يوتيوب أدناه. دي اتفاقية تحقيق الدخل. هوافق، هقول اوكي اوكي اوكي. التلاتة اعلم عليهم صح، واضغط هنا على الكلمة دي اوافق. بيقول لي كيفية استثمار مقاطع الفيديو، يمكنك يعني بعض الكلمات. اوكي، افهم ذلك، كلمة افهم ذلك اضغط عليها كده تمام. كده جابني رجعني لليوتيوب تاني، للقناة، لاعدادات القناة بتاعتي. هضغط هنا بقى كده اهو، تم تحقيق الدخل. كده تحقيق الدخل بقى تمام، لان كده مادام اللمبة دي منورة، اللمبة الخضراء دي، يبقى كده تحقيق الدخل تمام. كده دي الاعدادات الاساسية للقناة. نرجع بقى للقناة من مدير الفيديو. بالنسبة للمظهر يعني هنضغط هنا، هنطلع على القناة الأساسية. دي صورة القناة، انت عايز تغيرها بتغيرها عادي، بتغيرها من هنا. احنا مش هنغيرها مؤقتا دي دلوقتي. من هنا بتضغط هنا وبتدوس تغيير بمنتهى السهولة، تختار صورة اللي انت عايزها. هنا بقى صورة الخلفية بتاعت القناة هنعملها، لانها الظاهر ما اتحفظتش في البداية، حصلت خطأ او حاجة. نضغط هنا على المعرض يا جماعة. طبعا فيه ممكن حد يعمل صورة بنفسه، بس طبعا لازم تكون الصورة كبيرة مش صغيرة، لازم تكون بعرض معين، يعني لازم تكون لها مواصفات خاصة، مش اي صورة. نختار الصورة دي مثلا، نضغط عليها. بيقول لي نضغط هنا اتصال الصورة، نظبطها نعدلها يعني. نضغط هنا تمام، ونضغط تحديث كده. المرة دي ان شاء الله هتعمل معانا جاري اهي بالظبط كده. بقى فيه خلفية، ده المظهر هنا بيقول لي حول القناة، وصف القناة، وصف. انا بكتب الوصف اللي انا عايزاه للقناة، يعني على حسب انا هشتغل في ايه على القناة دي. يعني مثلا على سبيل المثال
يا جماعة طبعا الوصف ده على حسب يعني شغل القناة وكل واحد بقى وايه. انا بعمل بس وصف مختصر علشان الشرح، وندوس تم كده وصف القناة. اللي عايز يعمل بقى ايه ممكن يبقى سطور كتيرة، مش لازم سطرين معينة يعني. وصف القناة طبعا حاجة مهمة. هنا مناقشة، جايب لي هنا بقى علامة صح على وصف القناة، ان انا دي بقى طبعا نصائح حول القناة. هو بيقدم لك نصائح علشان تطور قناتك. هنا في الحتة دي انت بتضغط عليها بقى هنا وبتشوف هو عايز منك ايه بالظبط. دي مناقشة بتاع يعني تعليقات وكده. مقاطع الفيديو، مفيش مقاطع فيديو طبعا. احنا بعد كده ان شاء الله هنشرح ازاي نحمل فيديو. الناس المبتدئين طبعا اللي لسه جداد في اليوتيوب وقنوات اليوتيوب، هنشرح ازاي نحمل فيديو ونكتب العناوين ومن البداية للنهاية لحد ما يتنشر يبقى على اليوتيوب فيديو مميز ان شاء الله. والربح منه بإذن الله تمام، هيبقى كل شيء تمام ان شاء الله. وقوائم التشغيل والقناة كده احنا ضبطنا الاعدادات الاساسية. هنا بيقول لي ليس هناك اي مشترك، طبعا عشان لسه القناة جديدة. لما يجي لك اي مشتركين، لما حد يشترك في القناة هتلاقي هنا الاعداد. هنا مدير الفيديو، طبعا زي ما قلنا ان مفيش طبعا لسه فيديوهات، لسه جديد. بالنسبة لدي فدي الملفات الصوتية اللي هي انشاء دي، ومنها برضو محور الفيديو اللي هو المونتاج وتقطيع الفيديو واضافة المقدمة للقناة واشياء كتير واصلاح الفيديو، اشياء كتير. هنا انشاء، هنا اللي بيشرح ازاي الدخل قد ايه، كام دولار دخلك، الايام، المقاطع الفيديو المثيرة للاعجاب وغير المثيرة للاعجاب. بيشرح لك حاجات كتير قوي هنا. فعلى سبيل المثال هنضغط عليه. طبعا ما فيش اي حاجة ان لسه طبعا القناة جديدة. هو هنا جايب لك الايام الاخيرة، مقارنة المجموعات. طبعا دي لما تشتغل هتبقى ايه، يبقى القناة دي القائمة دي فيها ان شاء الله ربح وعدد المشاهدات وكده. جايب لك كمان اهي كل دي تبع ايه الفيديوهات اللي هي تتشاهد ان شاء الله. وهنا استوديو مبدع المحتوى اللي هو تبع القناة اللي هو احنا حاليا فيه. ودي لوحة البيانات، نضغط عليها. لسه طبعا كل حاجة. المشاهدات 0، عدد دقائق المشاهدة 0، المشتركين 0، اجمالي الارباح 0. طبعا لسه ما اشتغلناش وما عملناش اي حاجة. ده استوديو مبدعي المحتوى، قصدي عفوا لوحة البيانات. كده بنكون احنا ضبطنا الاعدادات بتاعة القناة بتاعتنا، وبقت كده مهيئة لتحقيق الدخل. انت بقيت شريك يوتيوب. يعني ممكن تستثمر اي فيديو عندك، اي فيديو حتى لو كان فيديو تافه حتى، فانت لازم تكون تنشر فيديوهات كويسة بمحتوى لائق وكويس، بحيث انه يدخل لك معجبين ومشتركين ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله. وفي حلقة تانية بإذن الله هنشرح كيفية تحميل الفيديو واعداداته الخاصة وكل شيء عنه بإذن الله ان شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.